النهارده هنعمل فاهيتا الدجاج، واحدة من الوصفات اللي أنا باحبها جدًا وباعملها كتير، علشان سهلة جدًا وبتخلص في وقت صغير خالص، وكمان مفيدة جدًا ومغذية وكلها فيتامينات، بتنفع جدًا مع الأطفال اللي بيغلسوا في أكلهم. مثلًا الفلفل الأحمر ده فيه ضعف كمية فيتامين سي اللي موجود في البرتقان، فبنقدر إن إحنا نستغل الأكلة دي أحسن استغلال. يلا بينا نبتدي. هنحتاج 2 صدور أو 3 صدور فراخ حسب الكمية اللي انتوا هتعملوها، وهقسم كل صدر فرخة على نصين بالطريقة دي علشان يبقى معايا سلايستين رفيعين شوية، وهعمل كل الكمية بالطريقة دي. هجهز بقى تتبيلة الفراخ: عصير 2 ليمونة، هحط عليهم معلقة كبيرة زيت زيتون، وهحط التوابل بتاعتي. هحط معلقة شطة لو انتوا حابين، معلقة كمون، معلقة بابريكا، هحط معلقة ملح ونص معلقة فلفل. هقلب كويس جدا لحد لما يختلطوا مع بعض. كده تمام. هبدأ بقى هحط كل الفراخ اللي انا قطعتها، وهتأكد كويس ان كل شرايح الفراخ اللي اتقطعت شربت التتبيلة كويس جدا جدا. كده تمام. هسيبها شوية عبال ما اقطع الخضار. 3 فلفلات ملونين، هقطع كل واحدة شرايح رفيعة بالطول زي ما انتوا شايفين كده. هقطع كل الفلفل الملون بتاعي وهخليه على جنب، وبعد كده هبدأ اقطع البصل. البصل برضو هقطعه على شكل شرايح، قطعوه بصلاية كاملة، قطعوه من النص زي ما تحبوا. هحط معلقتين زيت زيتون في الطاسة وهسخنهم كويس عشان أبدأ أشوح فيهم الفراخ. هنزل بالفراخ كلها في الزيت، كل وش هياخد تقريبا حوالي من 4 ل5 دقايق، لحد لما ياخد لون كده بني شوية. هقلبه على الناحية التانية ويبقى كده خلاص، مش تاخد مننا كلها على بعضها أكتر من 10 دقايق. اقلبها على الناحية التانية أول ما تاخد وش بني كده، الوشين أخدوا اللون اللي هو اللون استوى. هشيلها بقى خلاص، وهبدأ أنزل بالخضار بتاعي في نفس الطاسة، نفس كل حاجة. هنزل الأول الخضار وبعد كده هنزل البصل، وهحط عليها كمان معلقة كبيرة زيت زيتون. هقعد أقلب وهحاول إن أنا أطلع الأرضية بتاعة الطاسة اللي هي فيها عصارة الفراخ اللي نزلتها وهي بتستوي، عشان أخلي الخضار ياخد من طعم الفراخ والتحميرة بتاعة الفراخ كمان وهو بيستوي. مش هياخد مني وقت كمان، بالكتير قوي من 5 ل7 دقايق. مش عايزاه يستوي ويدبل، أنا عايزاه بس إيه، ياخد طعم شوي بس. كمان علشان لو أخد وقت كتير على النار هيفقد الفيتامينات بتاعته اللي احنا عايزينها في الخضار. بفضل أقلب لحد لما يوصل معايا للشكل ده كده، لونه غمقي شوية كده ويبدأ يظهر عليه علامات الشوي. هتبله بقى، هزود معلقة ملح ومعلقة فلفل، مش هتبله كتير لأن احنا متبلين الفراخ أصلا. هديها كده تقليبة عشان أتأكد خلاص إن كله استوى مع بعضه وكل حاجة خدت من طعم بعضها. هبدأ بقى أقطع الفراخ، هقطعها تقطيعة كده بالعرض. أول ما أخلص تقطيع الكمية كلها هرجعها تاني على الطاسة، هديهم بقى تقليبة كده مع بعضيهم عشان كله يبقى ينسجم سوا مع بعضه، ويبقى كده خلاص. نبدأ بقى ايه نقدمها. أنا بحب أحطها في سندوتشات، بحط تحتيها طحينة كده. انتوا ممكن تعملوا جنبها مكرونة أو ممكن تحطوا جنبها رز، هيبقى فيها صوص كده شوية. استخدموا الطريقة اللي تحبوها واللي تريحكم وتفضلوها أكتر. ممكن تاكلوها لوحدها برضو هتبقى جميلة. بصوا اصلا الوانها جميله ازاي وتحفه، شكلها كده يفتح النفس. جربوها ومتنسوش تقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل الوصفات الجديده. وبالهنا والشفا. باي باي.